انتِ لسه فاكرة إن كيكة لازم تبقى مليانة سكر ودقيق عشان تبقى حلوة؟ الكيكة دي من غير سكر ومن غير دقيق وقنبلة بروتين حرفيًا. هتحتاجي زبادي وبيض وفانيليا وسكوب واي بروتين وشوية عسل وميكس كده كله مع بعض. هاتي القالب اللي هتحطي فيه الخليط ورشيه رشة زيت ووزعيه ورصي فيه تفاح بالشكل ده، وبعدين خدي 3 معالق من الخليط وعليهم معلقتين من الكاكاو، قلبيهم مع بعض وانزلي بيهم على الخليط. مش عارفة ايه شغل الكنافة اللي أنا عاملاه ده. وميكسي كله مع بعض وانزلي بيه على القالب وعلى الفرن على درجة حرارة 170 لمدة من 20 ل30 دقيقة. ريحتها لوحدها كفيلة تخليكي تنسي أي كيكة عادية جربتيها قبل كده، وده كمان دليل إن الأكل الصحي ممكن يكون لذيذ وغني بالبروتين اللي جسمك محتاجه. يلا ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. مم. حلوة قوي قوي قوي. وطعم البيض مش باين عشان في ناس بتسأل حاجات كتير كده فيها بيض. طعم البيض مش باين خالص، بس عايزة تسقع تبقى تحفة. اللي بيحبوا ياكلوا حاجة حلوة وفي نفس الوقت عايزين يحافظوا على وزنهم وياخدوا احتياجهم الكافي من البروتين، الكيكة دي هتبقى المفضلة بالنسبة لي. أنا رؤى بقدم محتوى عن الأكل الصحي، متنسيش الفولو.